يقولهم سيارات الدولة سلموها للحزبيين، هم الحزبيين ركضوا بالفانيلات. شوف شو معتوه. انت اي سيارات دولة؟ انت شبقيت بالدولة؟ والله سيارات. وانتم اكيد كلكم سمعتوا هذا الخطاب مال هذا المعتوه. فاذا احنا قد ما نتكلم عن هذا الشخص المعتوه، نريد نبين للناس انه حقيقة احنا كنا في مصيبة، ومصيبة كبيرة، ومصيبة سوداء. وكل هذه، كل ما حصل بعد صدام حسين بالتأكيد هو نتيجة لتصرفات إنسان أحمق معتوه. مع الأسف يعني أصبح يعني مثل المثل اللي يقول أنه هذا القرد أصبح بعين أمه غزال. يعني هذا الشخص أصبح هو الإنسان يعني يعني غاية العراقيين، ولا زالت لحد الآن الناس تنظر بفترة حكم السوداء وبالمصايب اللي جلبها للعراق والعراقيين. فإذا من حقنا دائما أن نتكلم. يعني لا عبالكم أنه والله ها صدام حسين راح فترة 40 سنة نختزلها، نحطها بكيس نايلون ونذبها بالزبل وكأنه شيئا لم يكن، وإحنا الآن بدأنا مرحلة جديدة. لا، إحنا عندنا آثار من حكم صدام حسين راح تبقى ويانا أجيال. يعني هذا الترويج مالتكم ما يفيد، وهذا الكلام مالتكم أبدا ما يفيد، لأنه إحنا عندنا مشاكل اجتماعية ورثناها من عهد صدام حسين راح تبقى معانا أجيال. عندنا مشكلة طائفية بالعراق بسبب صدام حسين، عندنا مشكلة قومية في العراق بسبب صدام حسين. هذا الخوف كل طرف من الآخر هذا لم يولد سنة 2003، إنما هذا جاء نتيجة معاناة عاناها الشعب العراقي. الدليل أنه الأحزاب المعارضة ما عدا الحزب الشيوعي، أحزاب المعارضة العراقية هي إما حزب شيعي أو حزب كردي. وإذا لقيت سنة فراح تلقيهم مجموعة من الناس إما المنشقين عن حزب البعث، أو يعني ما تلقي فد حزب مرموق من العرب السنة، إما حزب شيعي وإما. دائما المعارضة هي رد فعل لواقع. يعني أنت دائما أكو شيء يسمى الفعل ورد الفعل. لماذا يكون رد فعل المعارضة شيعي أو كردي؟ تدرون ليش؟ لأنه أكو معاناة كردية، ولهذا لما يكون رد الفعل قومي كردي طبعا بسبب المعاناة الكردية. لأنه هذا الكردي كان ما عايش بالدولة العراقية كمواطن يمتلك كامل الحقوق، كان عبارة عن مضحكة أبو عمر، مو صحيح؟ إذنك وينها؟ من تقول للكردي إذنك وينها؟ يعني هذا مضرب للمثل بالغباء والتخلف والجهل يعني والحمقية يعني هذا كان الكردي. والشيعي كان عبارة عن إنسان شروقي، يعني ما يصلح إلا أن يكون فلاح بحديقة بيت أبو عمر العزيز، لأنه بيت أبو عمر هم يعني اللي اكتشفوا يعني مكوك الفضاء. وهذا المتخلف الشروقي يعني ما يستحق إلا أن يكون هو عبارة عن فلاح في بيت العباقرة مثلا. فلا، القضية كان الاضطهاد واضح، وكان التمييز واضح، وكان الاحتقار والانتقاص كان واضح. ولهذا بالتأكيد راح يكون اكو رد فعل. هذا الرد فعل هو نتيجة لظروف حقيقية البلد عايش بها. طيب طبعا بالتأكيد طول الفترة الزمنية، طول بقاء هذا المجرم على سدة الحكم، بالتأكيد حصل الكثير من المشاكل، وحصل